بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في قناة أحمد طربوش رياضيات. معدنا إن شاء الله النهاردة مع حل الاختبار التراكمي الثاني في الوحدة الرابعة في الهندسة. السؤال الأول بيقول لي هنا: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كانت النقطة أ بتنتمي للدائرة م التي طول قطرها 6 سم فإن الميم أ بيساوي نقط. طب قبل ما نبدأ كده تعالى كده هاخد فكرة كده على وضع النقطة بالنسبة لدائرة. أنا عندي 3 حالات. النقطة ممكن تقع خارج الدائرة، والنقطة ممكن تقع على الدائرة، والنقطة ممكن تقع داخل الدائرة. يبقى أنا عندي 3 حالات لوضع النقطة بالنسبة للدائرة. النقطة دي ممكن تكون خارج الدائرة، النقطة دي ممكن تكون على الدايرة، النقطة ممكن تكون داخل الدايرة. امتى النقطة تبقى خارج الدايرة؟ لما يكون الميم أ أكبر من نق. يعني ادي نصف القطر اهو، نصف القطر وليكن مثلا لو كان ب3 سم وعندي الميم أ ب5 سم، معنى كده ان الميم أ ديت اكبر من نصف القطر. في الحالة دي كده النقطة هتقع خارج الدايرة. طيب امتى النقطة تقع على الدايرة؟ لما يكون الميم أ بيساوي نصف القطر. يعني ميم أ مثلا ب3 سم، نصف القطر ب3 سم، الميم أ ب4 سم، يبقى نصف القطر ب4 سم. هنا الميم أ هنا لما بيكون أصغر من نصف القطر، ففي الحالة دي يبقى الميم أ أو النقطة أ بتقع داخل الدايرة. طيب هنا بيقول لي النقطة تنتمي، يعني معنى كده إن النقطة على الدايرة، وطالما على الدايرة يبقى في الحالة دي الميم أ بيساوي نصف القطر. طب هنا مش مديني نصف القطر، ولكن مديني طول القطر ب6، يبقى انا اجيب نصه على طول. فنصف القطر هنا هيبقى بكام؟ هيبقى ب3 سم. يبقى انا كده عشان النقطة تقع على الدايرة ونصف القطر ب3، يبقى في الحالة دي برضو الميم أ هتبقى ب3 سم. يبقى اختار الاختيار رقم ج. رقم 2 بيقول لي القطر هو نقط يمر بمركز الدايرة. طبعا القطر هو ايه؟ هو وتر يمر بمركز الدايرة، هو وتر يمر بمركز الدائرة. اختار الاختيار رقم د. رقم 3 بيقول لي المماس لدائرة طول قطرها 6 سم يكون على بعد. طب عشان اتكلم عن المماس والقاطع، انا عندي 3 اوضاع بالنسبة للمستقيم. المستقيم ده بيقع خارج الدائرة، المستقيم ده وضعه كده خارج الدائرة. المستقيم ده بيمس الدائرة. المستقيم ده بيقطع الدائرة في نقطتين. امتى المستقيم يبقى خارج الدائرة، وامتى المستقيم يبقى على الدائرة، مماس للدايرة عفوا، وامتى المستقيم يبقى قاطع للدايرة. قال لي المستقيم يبقى خارج الدايرة في حالة ان الميم أ بيكون اكبر من نصف القطر. يعني لو عندي مثلا نصف القطر ده من هنا لهنا ب3 سم، والميم أ ده كله ب5، يبقى في الحالة دي المستقيم ده هيقع خارج الدايرة. يبقى اللام في الحالة دي هيبقى ايه؟ خارج الدايرة. يبقى امتى المستقيم بيبقى خارج الدايرة؟ لما يكون الميم أ أكبر من نصف القطر. طيب هنا لو تلاحظ معايا هنا إن المستقيم هنا بيمس الدائرة، بيمس الدايرة. يعني في الحالة دي لما يكون الميم أ بيساوي نصف القطر، يبقى إذا كان الميم أ بيساوي نصف القطر، يبقى في الحالة دي الميم أ اللي هو المستقيم ميم أ ده بيبقى مماس للدائرة. يبقى إذا كان الميم أ أكبر من نصف القطر، يبقى المستقيم ده يقع خارج الدائرة. إذا كان الميم أ بيساوي نصف القطر، يبقى المستقيم لام مماس للدائرة. إذا كان الميم أ أقل من نصف القطر، مش محصل نصف القطر، أقل من نصف القطر، يبقى في الحالة دي المستقيم لام بيسمى قاطع للدائرة. بيسمى إيه؟ قاطع للدائرة. يبقى المستقيم لإما بيكون خارج الدائرة، المستقيم لإما بيكون مماس للدائرة، المستقيم بيكون قاطع. طب هنا بيقول لي المماس، طالما مماس يبقى في الحالة دي الميم أ بيساوي نصف القطر. طب أنا عندي طول القطر ب3، يبقى نصف القطر بكام؟ عندي طول القطر ب6، يبقى نصف القطر هنا ب3. يبقى في الحالة دي هيكون إيه؟ هيكون على بعد 3 سم. يبقى أختار الاختيار رقم ج. رقم 4 بيقول لي هنا، طبعا السؤال ده تراكمي من تاني إعدادي، بيقول لي شبه منحرف طول قاعدتيه المتوازيتين 4 سم و12 سم وارتفاعه 9 سم، فإن مساحته. طبعا هنا عشان أجيب مساحة شبه المنحرف، فمساحة شبه المنحرف هنا ليه قانون، هنكتب كده القانون مع بعض ونحفظه. مساحة
شبه المنحرف بيساوي نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. تاني، مساحة شبه المنحرف نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع، يبقى ادي نص فيه القاعدتين المتوازيتين. القاعدة الأولى 4 زائد القاعدة الثانية 12 في الارتفاع اللي هو 9، يبقى الكلام ده معناه نص في 4 زائد 12 يديني 16 في 9. طبعا نص ال 16 8 في التسعة ب 72 سنتيمتر مربع، يبقى اختار الاختيار رقم ج. رقم 5 بيقول لي إذا كان طول قطر دائرة، طالما طول قطر يبقى أنا ماليش دعوة بطول القطر، يبقى على طول أجيب نص القطر. طول القطر ب7 يبقى نص القطر هنا ب3.5، والمستقيم لام يبعد عن مركزها 3.5، يبقى فإن المستقيم لام طبعا هنا البعد 3.5 ونصف القطر ب3.5، يعني معنى كده البعد بيساوي نصف القطر، يبقى اللام ده في الحالة دي هيكون إيه؟ مماسا للدائرة. رقم 6 إذا كان المستقيم أ ب بيقطع الدائرة م في النقطتين أ وب، فإن المستقيم أ ب تقاطع سطح الدائرة م. طبعا أنا بس عايز أوضح حاجة، إن أنا لما يكون عندي هنا أدي دايرة، والدايرة دي كده أنا عندي الدايرة دي اسمها م، وعندي هنا مستقيم أهو، مثلا المستقيم اسمه أ ب. المستقيم ده بيقطع الدايرة في نقطتين اللي هو أ وب، إنما لو بيقطع، لأن كلمة الدايرة يعني معنى كده الخط ده، فالمستقيم ده بيقطع الخط ده في النقطتين دول بس، إنما لو قال لي بيقطع سطح الدايرة يبقى بيقطع الخط والنقط اللي جوه دي. تمام، يبقى في الحالة دي هيبقى القطع أ ب. تمام، يبقى هنا طالما جه لي سطح يبقى أقول له القطع أ ب، يبقى أختار الاختيار رقم ب. رقم 7 بيقول لي إذا كان المستقيم لام خارج دائرة، يعني اللام ده مستقيم خارج دائرة م مركزها نقطة الأصل. تمام، يعني أنا عندي كده المستقيم ده هنعتبر هنا إن المستقيم لام ده أهو وبيقع خارج الدائرة، وهنا م اللي هو مركز الدائرة نقطة الأصل اللي هو عبارة عن 0 و0، وطول نصف قطرها 3، يعني من هنا لهنا 3، فإن وكان لام يبعد عن م مسافة س، كان المستقيم لام بيبعد عن المركز ده مسافة س، فهنا بيقول لي السين دي بتنتمي لإيه؟ هو معنى إن هو خارج الدايرة، يبقى معنى كده إن البعد من الميم للألف بيكون أكبر من نصف القطر. طب ما هو نصف القطر عندي ب3، يعني يكون أكبر من 3، 4 5 6، طالما أكبر من 3 يعني أقول له كده 3 وموجب لا نهاية، التلاتة هنا مفتوح. تمام، طيب لأن أنا لو التلاتة دي قفلتها أصبح هنا مماس مش خارج الدايرة، مش هيبقى خارج الدايرة، إنه هو بيقول لي خارج الدايرة، يبقى أنا هختار الفترة المفتوحة من 3 الموجب لا نهاية، يبقى أختار الاختيار رقم ب. رقم 8 بيقول لي دائرة طول قطرها 2 س، معنى إن طول قطرها 2 س يبقى معنى كده إن نصف القطر عندي بس. المستقيم لام يبعد عن مركزها س زائد 1. طيب خد بالك معايا، البعد هنا س زائد 1، هنا نصف القطر بس بس، معنى كده ان البعد اللي هو اكبر من نصف القطر. تمام، طالما البعد اكبر من نصف القطر يبقى المستقيم ده هيبقى خارجا. تمام، هيبقى خارج الدايرة. ده كان السؤال الاول. السؤال الثاني بيقول لي هنا أ ب وتر في الدائرة م، رسم الشعاع م س عمودي على أ ب بيقطعها في س، فإذا كان الميم س بيساوي 5 سم والميم أ بيساوي 13 سم أوجد طول الألف ب. تعالى كده مع بعض هنشوف الشكل ونبدأ نحل. أدي دايرة، عندي الدايرة دي فيها الألف ب ده وتر، ميم س عمودي على الألف ب. خد بالك معايا، طالما المستقيم نازل من المركز عمودي على الوتر فبينصف الوتر، يبقى الميم س طالما إن هو عمودي على الألف ب يبقى السين كده في منتصف الألف ب، السين في منتصف الألف ب. فأنا لو عرفت أجيب الألف س، تمام، هيبقى طول الألف س
هو طول السين ب، يبقى هتبقى الألف ب هي عبارة عن مجموع الحتتين دول. ازاي اجيب الألف س؟ اجيب الألف س عن طريق نظرية فيثاغورس، لان انا عندي المثلث ألف س م ده مثلث قائم الزاوية. خد بالك معايا ان الألف م ده هو نصف قطر في الدايرة، ولكنه وتر في المثلث. يبقى انا عندي ده وتر وعندي ده ضلع، يبقى الألف س ده ضلع. كل اللي انا هعمله ان انا هربع وربع واطرح. يبقى اول حاجة اقول ايه؟ اول حاجة هقول له هنا بما ان الميم س عمودي، او ممكن عايز تبدأ بالفيثاغورس الاول، تقول له ميم س عمودي على ألف ب، ميم س عمودي على ألف ب. تمام؟ يعني معنى كده ان قياس زاوية ألف س م ب90، ألف س م بيساوي 90 درجة. يبقى كده من فيثاغورس على طول اقول له اذا الألف س ديت بيساوي الجذر التربيعي، هربع الوتر عملك بالتفصيل اهو، اللي هو ألف م تربيع ناقص مربع الضلع اللي هو م س تربيع. ألف م ب13 تربيع ب169 ناقص م س ب5 تربيع ب25. لما اجي اطرح دول 9 ناقص 5 4، 6 ناقص 2 4، والواحد ينزل، يبقى جذر ال 144 12 سنتي. يبقى انا كده جبت الألف س ديت ب 12 سنتي. اروح اقول له بما ان م س عمودي على الألف ب، إذا السين منتصف ألف ب، إذا السين منتصف ألف ب. ومعنى إن السين منتصف ألف ب يعني المسافة ما بين الألف والسين هي نفس المسافة ما بين السين والب. يبقى أقول له كده الألف س بيساوي س ب كل جزء منهم ب12. يبقى معنى كده إن الألف ب كله 2 في 12 بيساوي 24 سنتي. يبقى طول الألف ب ب24 سنتي. وكده ده السؤال الثاني. السؤال الثالث بيقول لي هنا، وده آخر سؤال في الاختبار: في الشكل المقابل الشعاع أ ب وأ ج مماسان للدائرة. خد بالك من كلمة مماس عشان احنا هنشتغل دلوقتي على المماس ونصف القطر ان هما بيعملوا زاوية 90. للدائرة م يمسانها عند ب وج على الترتيب، وقياس زاوية ب أ م ب25 درجة. اثبت أن الشعاع م أ ينصف زاوية ب م ج. هو عايز يثبت ان الشعاع م أ ينصف زاوية ب م ج، يعني عايز اثبت له ان الزاوية دي كده قد الزاوية دي. هو قال لي معلومة من شوية، بيقول لي ان الالف ب ده مماس. ما تنساش ان في الف ب مماس وفي ب م نصف قطر، يعني معنى كده بيعمل زاوية 90 لان نصف القطر عمودي على المماس. وهكذا برضو بالنسبة للمماس الف ج، انا عندي الالف ج ده مماس والميم ج نصف قطر، يبقى برضو بيعمل زاوية 90. كده ممكن اطابق المثلثين دول. عشان اطابق المثلثين كل اللي انا هقوله ان هيبقى عندي الميم الف بيساوي الميم جيم أنصاف أقطار، وعندي الألف ميم وتر مشترك. وخد بالك معايا طالما المثلثين قائمة الزاوية ممكن إن أنا أكتفي بحالتين بس من الثلاث حالات. طب الأول أقول إيه؟ أول حاجة هقوله بما أن ألف ب مماس، أو بما أن الألف ب مماس والب ميم نصف قطر، ب ميم نصف قطر، مماس مع نصف قطر بيعمل لي زاوية 90. يبقى أقول له إذا قياس زاوية الألف ب م ب90 درجة. ألف ب م بيساوي 90 درجة. وهكذا هنا أهو برضه هقول له بما أن الشعاع ألف ج ده مماس والميم ج نصف قطر، والميم ج بيساوي نق، إذا ميم ج عمودي على الألف ج، الميم ج يعني نصف القطر عمودي على المماس. او ممكن اقولها له ان الزاوية دي على طول بيساوي 90 درجة، اللي هي ألف ج م، ألف ج م بيساوي 90 درجة. هقول له كده في المثلثين، انا كده هطابق المثلثين. المثلث الاولاني اللي هو ألف ب م، ألف ب م، والمثلث الثاني ألف ج م، ألف ج م فيهما. طبعا دول مثلثين قائمة الزاوية، يبقى أنا ممكن أكتفي بحالتين بس. الحالة الأولى إن أنا عندي هنا الميم ب نصف قطر هيساوي الميم ج نصف قطر يساوي نق، دي الحالة الأولى.
الحالة التانية ان انا عندي الالف ميم ده وتر مشترك، الالف ميم وتر مشترك. خلاص كده. طيب في الحالة دي كده هقول له المثلث اللي هو ألف ب ميم، ألف ب ميم يطابق المثلث ألف ج ميم، ألف ج ميم، وينتج أن، يعني ينتج من التطابق إن الزاوية اللي هي ألف ب ألف ميم ب يساوي ألف ميم ج، يبقى ينتج إن قياس زاوية ألف ميم ب بيساوي قياس زاوية ألف ميم ج. وطالما إن الزاويتين دول قد بعض يبقى الألف ميم ده بينصف زاوية ب ميم ج. يبقى أقول له كده الشعاع ألف ميم بينصف زاوية ألف ميم ج، وده كده المطلوب أولا. كده قدرت أثبت له إن الشعاع ده بينصف زاوية ب ميم ج. طيب عايز اوجد، بيقول لي كمان المطلوب الثاني اوجد قياس زاوية ب م ج. فين ب م ج؟ ادي ب م ج اللي هي الزاوية دي كلها. طيب حلو خالص، انا عرفت ان الزاوية دي قد الزاوية دي، فانا لو قدرت اجيب الزاوية دي كده عن طريق المثلث الاولاني هتبقى هي نفس قياس الزاوية الثانية. طيب اجيبها ازاي؟ المثلث الاولاني انا عندي فيه زاويتين، اقدر اجيب الزاوية الثالثة ان انا اجمع ال25 وال90 واطرحهم من 180 درجة. يعني انا هقول ايه؟ خلي بالك كده معايا، هقول له من المثلث ألف ب م، او في المثلث ألف ب م، اذا على طول قياس الزاوية اللي انا هجيبها الاولانية اللي هي ألف م ب هي عبارة عن 180 درجة ناقص، هدخل جوه القوس 90 زائد 25 هيبقى 180 ناقص 115، عشان 90 و25 115. اطرح 180 ناقص 115 هيديني 65 درجة. ادي 10 من 5 5، 7 من 1 6، 65. الزاوية دي ب65، طالما دي ب65 هتبقى الزاوية دي ب65، يبقى برضو هقول له كده اذا قياس زاوية الالف م ج هتبقى زيها برضو ب65. معنى كده ان انا عندي الزاوية كلها عبارة عن جزئين، جزء جبت ب65 وجزء جبت ب65، يبقى 130 درجة. يبقى اقول له كده على طول قياس زاوية الب م ج يساوي 2 في 65 او 65 زائد 65 يديني 130 درجة. وده كده المطلوب الثاني. وبكده وصلنا لنهاية حل الاختبار الثاني. اشوفكم على خير والى لقاء اخر، اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.